يأتي هذا في ظل انتشار مقطع فيديو على موقع اليوتيوب يظهر استخدام عدد من المتظاهرين لسلاح ناري في منطقة الدير أثناء احتجاجات نظمت داخل المنطقة. هذه الأسلحة التي تتحدث عنها محمد العرب، هل لها ما يميزها؟ سمعنا بأن هناك أسلحة مهربة لا تتواجد في البحرين ولا في المنطقة ككل. نعم، دعني أولا الفيديو مصور من قبل المتظاهرين، هاي واحد. ثانيا، خرطوش ما تبقى من الرصاص الذي أطلق هو 8 ملم. 8 ملم هو لمسدس عثر عليه في فترة السلامة الوطنية، في فترة الطوارئ في البحرين، مكتوب عليه سخت إيران، يعني صنع في إيران. قبل أن أظهر معك في الاستوديو تحدثت الخبير العسكري حسام السويلم، وهو خبير عسكري يعني مهتم جدا بتصنيفات الأسلحة. قال إن هذه الأسلحة تصنع في مصنع في محافظة آراك الإيرانية من فئة 8 ملم، وهو متواجد كثيرا في قطاع غزة عند حماس تحديدا، وأيضا عند حزب الله. هذا على يعني ذمة الخبير العسكري نفسه الذي يرصد حركة هذه الأسلحة. هذه الأسلحة هي أصلا مخصصة للاغتيالات، لأن استعمالها بسيط وحجمها أصغر من المسدس 9 ملم، فيتم استخدامها بسهولة حتى من قبل مراهق. يعني هذا الفيديو يثبت أن هنالك أسلحة